تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. حالة من الجدل تسود مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تسريب مقاطع فيديو للفيلم الجديد لإلينا إنجل العراقية مع باربي ناجد السعودية. الفيلم مثير للجدل والجمهور العربي غاضب، وإليكم بعض التفاصيل حول ما يحدث. فيلم إلينا إنجل العراقية وباربي ناجد السعودية التي تشتهر باسم الموديل جيجي. إلينا إنجل هي فتاة عراقية تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة. تعتبر إلينا من أشهر الممثلات العراقية في لقاء ثنائي جمعها بالموديل السعودية باربي نجد، حيث يتصدر الفيلم وسائل البحث والسوشيال ميديا. ويتميز فيلم باربي نجد السعودية مع إلينا إنجل بأنه فيلم جديد للفنانة العراقية إلينا إنجل، وهو من بطولتها وإنتاجها، وشاركت معها في الفيلم الفتاة السعودية باربي نجد، ليكون الفيلم أول فيلم تم تصويره لإلينا إنجل بالتعاون مع الفتاة السعودية. ويضاف الفيلم إلى قائمة أفلام إلينا إنجل الجديدة لعام 2023. باربي نجد تشتهر باسم الموديل جيجي، وهي عارضة أزياء سعودية ولدت في مدينة الرياض عام 1994، والتحقت بإحدى الجامعات في أمريكا، ثم تخرجت من قسم المختبرات. بدأت شهرتها عندما دخلت في مجال عارضة الأزياء، حيث عملت مع إحدى شركات عرض الملابس النسائية الداخلية، مما جعلتها تتعرض للكثير من الانتقادات لكونها تنتمي إلى بلد محافظ وملتزم، كما اتهمت بالإساءة إلى العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية. وقد انتشرت تقارير تشير إلى أن الفيلم يحتوي على مشاهد كثيرة ومخصصة للكبار. تبينت ردود الفعل، حيث أبدى بعض المعجبين إعجابهم الشديد بالفيلم، في حين عبر آخرون عن استيائهم من هذا النوع من الأفلام. وعلى الرغم من الجدل المحيط به، حقق الفيلم شهرة واسعة وتمت مشاهدته بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي. وتشتهر إلينا إنجل بأفلام إلينا العراق، وهي ممثلة أفلام عراقية وأمريكية الجنسية. تعد إحدى الشخصيات العراقية المؤثرة في العالم التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأفلام والمقاطع المصورة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولدت في العراق في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وحاليا تقيم في الولايات المتحدة. رغم الغموض حول تاريخ ميلادها وعمرها الدقيق، إلا أنه يرجح أنها في العقد الثالث من العمر. إلينا إنجل لديها أسلوب تمثيل فريد من نوعه يجذب الجمهور، وتمتلك شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث يمكن متابعتها عبر حسابها الرسمي. على الرغم من أن معلوماتها الشخصية قد تكون محدودة، فإنها تظل إحدى الشخصيات الرائدة في صناعة الأفلام للكبار. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.